السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فيديو بسيط وهو طاجن الباميه. فهو عباره عن ايه؟ قطعت بصلايه كبيره، حطيت مكعبين زبده وحطيتها على النار. طبعا انتوا عارفين ان انا ما بحبش احمر البصل قوي، بتاخد بس مجرد لون، وبحط عليها معلقه البابريكا، وهوريكم شكلها ان شاء الله اول ما تاخد لون. اهو يا حبايبي، هو ده لون البصل، انا عايزاه اللون ده. طبعا انا واخده اللحمه نص سلقه، وهكمل بقيه سواها معاها مع البصله، وهقلبها برضو تقلبتين في البصله. معاها معلقه البابريكا ومعلقه ثوم مفروم وقرن فلفل. هناخد نص التومه، هنسيب النص التاني هقولكوا هنعمل فيه ايه. وهنقلب برضو اللحمه بالبصله مع بعض. اهو ده شكلها. وده يا حبايبي شكلها بعد ما خدتها تقلبتين مع البصله ومعلقه الثوم. مش قادره اقول لكم على الريحه، بصراحه طالعه جميله. بعد كده هنحط الطماطم. طبعا انا ضرباها في الخلاط ومصفياها. اهو كده. وبعد ما ان شاء الله تاخد القوام اللي احنا عايزينه هوريها لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي منظر الصلصه سبكت كده وبقت جميله. تعالوا بقى نشوف هنحط عليها ايه. هنحط عليها معلقه ثوم مفرومه وملح وفلفل اسمر ومعلقه سكر صغيره، بس هي دي الاضافات. متحطيش توابل كتير عشان الباميه طعمها ما ايه يبقى واضح. وبعد كده ان شاء الله نحط الباميه ونسيبها بقى مع نفسها ايه لغايه ما تستوي. اهو يا حبايبي الباميه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، هتلاقوا الطريقه على القناه بتاعتي. وبصوا شكلها اخضر وجميل ازاي. هتتشرب تلجها بكله عشان ما تعملش الماده المخاطيه اللي فيها دي. كده تسيبيها وهي هتفك مع نفسها. اهو ده شكلها. وهنعصر بقى السر الرهيب اللي هو مش هيخليها تعمل ماده مخاطيه دي، المطه بتاعتها دي نص ليمونه. دي اهم حاجه في الباميه. اهي يا حبايبي نص الليمونه. بس كده وخلاص، هي كده خلصت. واول ما هتستوي هننقلها في الطاجن ونحطها على الشوايه، وهوريكم شكلها ان شاء الله. اهو يا حبايبي شكل الطاجن هو على البوتاجاز بياخد غلوه كده، وهم مدخله بعد كده على الشوايه، وهوريكم شكله بعد ما يخرج من على الشوايه ان شاء الله. اهو يا حبايبي شكله بعد ما خرج من على الشوايه. ومش عارفه بقى رايكم فيه ايه. لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.